ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. طبعا رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وربنا ينصر اهل غزه وفلسطين والمسجد الاقصى، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ونسد ديننا، وربنا يرحمنا برحمته الواسعه ان شاء الله. اول حاجه هنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا نسمي بسم الله ونبدأ وصفة جديدة مع بعض النهاردة طبعا هنعمل مع بعض الفراولة، هنفرزها أو نخزنها في الفريزر عشان رمضان قرب بقى، كل سنة وانتم طيبين. طبعا أول حاجة بعملها لما باجي أشتري الفراولة، بشتري الفراولة اللي هي تكون صبحة كده قدامك ولونها أحمر جميل كده، وما فيهاش حاجة بقى مهرية. ولو قابلتك حاجة مهرية أو بايظة طبعا بترميها على طول. بنزل الفراولة دي تحت مية كتير جدا طبعا عشان بيبقى فيها رمل، بنزل الرمل منها بالمية على قد ما اقدر، واغسلها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحد ما الاقيها خلاص نطفت قدامي بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اشيل الوردة الخضراء اللي بتبقى موجودة في الفراولة دي، وبتبقى تحتيها كده حتة بيضة، يعني اطش الحتة كده البيضة مع الزهرة اللي هي فيها دي. بنضف بقى الكمية كلها طبعا. الطريقة العادية خالص، ومش مسرعة الفيديو لان الفيديو اصلا كمان قصير خالص. طبعا بقى بغيب عليكم الايام دي كده في التصوير وفي اللايفات، حاجة غصب عني والله، عندي ظروف كده ان شاء الله بعد كده ابقى اعرفها لكم، بس غصب عني والله. طبعا بكمل بقى مع يعني كل حاجة كده بالشكل ده اهو، زي ما احنا شايفين. بفضل بقى الكمية طبعا حسب ما بتجيبيها. دول حوالي 5 كيلو. طبعا هتقولوا الحاجة غالية وهنعمل ايه؟ اكيد طبعا الحاجة غالية والحياة صعبة والعيشة صعبة على الناس كلها، بس بقدر الامكان كده بنجيب حاجة على قدنا وخلاص. يعني لو كنتوا مثلا بتفرزوا 10 كيلو، ممكن نفرز 5 كيلو 2 كيلو على قد كده، بتبقى حاجة موجودة طبعا عشان الأطفال والصيام وكلام من ده. وربنا يرزقنا برزق الأطفال اللي معانا ورزق الناس اللي معانا ويكرمنا يا رب. طبعا بخلص بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا لو انا هفرزها بسكر بتبقى طعمها حلو جدا، بس الفوائد بتاعتها كلها بتضيع، يعني بتفقد كل الفوائد اللي فيها بسبب السكر. فانا افضل يعني انك تفرزيها كده من غير سكر، ولما تيجي تستخدميها في الخلاط بتحطي السكر عليها عادي. خلاص الافضل يعني انك تحتفظي بفوائدها، ومش مهم السكر، الطعم ده بتحليه براحتك. ويا سلام بقى لو تحطي عليها بنجر بتبقى ريحتها حلوة جدا، وطبعا بيبقى لونها جميل كمان. وبرده البنجر بيحط فوائد، وبيزيد فوائد بقى الفقر الدم والكلام اللي احنا عارفينه، الانيميا ونقص الهيموجلوبين والكلام ده كله. طبعا كل الحاجات الطبيعية اللي بنستخدمها في الاكل دي احسن من اي علاج. طبعا بقى بدأت دلوقتي اجيب كيس التلاجة العادية اللي انا بستخدمها في اللبن او تفريز الفواكه او الخضار، زي ما فرزنا كده البسلة مع بعض امبارح. في اكياس بتبقى معمولة بقفل، طبعا مش لازم اجيبها، يعني دي بتقضي الغرض برضو، بتطلعي الهواء، بتربطي الكيس بالشكل ده كده وبتعينيها بقى. طبعا الكمية دي بتعمل حوالي 4 كوبايات. انت لو بتستخدمي كمية اكبر ممكن تزودي او تخلي الاكياس كده، وعايزة تزودي عندك عزومة عندك ناس زيادة بتطلعي كيسين 3 على حسب رغبتك. خلصتهم كده، بخلص بقى من الحته اللي هي الطويله بتاعت ربطه الكيس كده، وبقصها بالمقص. وبعد كده خلاص خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفينها كده. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وجربوا الوصفات هتعجبكم جدا، سريعه وسهله خالص. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.